مرحبا متابعيني، وصفتنا اليوم كليجة الشوفان الصحية. طبعا كلش هشة كلش طيبة، راح كلش تستفادون منها. وهاي نبدي بسم الله. عندنا كوبين من الشوفان المطحون، وعندنا زيت الزيتون ربع كوب، وعندنا بيضة وستيفيا فانيلا وبيكنج باودر ومن الكزبرة وحبة الحلوة. هاي عندنا كوبين الشوفان، وعندنا كزبرة حبة حلوة مطحونة، وإذا ما تحبون لا تخلون. قليل من الملح، قليل من البيكنج باودر، قليل من الفانيلا. نخلط المواد هاي كلها ويا الطحين. هاي عندنا بيضة واحدة، نخلي عليها ربع كوب الزيت الزيتون، ونخلي عليها ظرف ستيفيا واحد. نحاول نخلطهم زين، ونضيف البيض على الطحين وباقي المكونات ونخلطهم حتى يتجانس عندنا. هنا عندنا المي أصدقائي حسب الحاجة، يعني هنا احتاجيت أني 3/4 الكوب من المي. نترك العجينة ترتاح حتى الشوفان يشرب السوائل ونرجع. هاي بقى عندي ربع الكوب، يعني 3/4 الكوب من المي. وانتوا تعرفون الشوفان يشرب السوائل. نترك فترة ونرجع نعجن. هسه العجينة عجين شوي، نعجنها زين على مود تكون عندنا الكليشة هشة. نحاول نقطعها. شوفوا انتوا الحجم اللي يعجبكم سووا. طبعا انا هنا اختاريت حشوة التمر، انا احب التمر، وانتوا جماعة السكر والدايت يعني الحشوة اللي تعجبكم انتوا تقدرون تختاروها. انا بالنسبة لي حبيت حشوة التمر. وهاي نكورهن هنا ونحشيهن بهاي الحشوة. طبعا مناسبة كلش لمريض السكر، بس الحشوة تختاروها. مريض السكر عادي يقدر ياكل منها بس كميات قليلة لان بيها تمر. واذا تحبون اي حشوة تعجبكم حشوا انتوا اللي يناسبكم. وهاي عندنا هنا طبعتهن هيك، ما حطيتهن بقوالب لان شو عجبني هذا الشغل، احسه احلى بهذا الشكل. طبعا مشبعة كلش، راح تستفادون منها. وعلى فكرة أصدقائي، طبعا جماعة الدايت أي أكلة نسويها دايت، يعني أي شي تاكلون بكميات هواي ما راح يناسبكم، أكيد راح يزود الوزن حتى لو كانت الأكلة مالتكم أكلة دايت. أي شي بكثرة خلوا ببالكم هو يزيد الوزن. الأهم شي تاخذون يعني كميات محدودة. وهاي حبايبي بهذا الشكل هسه طبعتها. وهسه هاي عندنا بالسكين، حبيت هيك أسوي بيها فتحات. وهاي عندنا كملت نخليها بالفرن درجة حرارة 180 يعني 12 دقيقة واستوت. وهاي كانت النتيجة، واتمنى طريقتي تعجبكم. لا تنسون بدعمكم أصدقائي باللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل شي جديد وحتى استمر وياكم. شكرا للمشاهدة أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.